تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع 40 فكيف ستخفي اشتعال المشيب، فكيف ستخفي اشتعال المشيب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. السلام عليكم. معلش اتأخرت عليكم المرة دي، بس كانت الظروف خارجة عن إرادتي. دعواتكم. كنا وقفنا المرة اللي فاتت لغاية لما إن الإله طرد آدم من الجنة بسبب حرص الإله على إن آدم ما ياكلش من شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد. النهاردة هندخل في نقطة جديدة لكن تعتبر في نفس الموضوع، وهي توارث الخطية الأصلية. الأصدقاء النصارى بيعتقدوا أن الخطية الأصلية اللي هي خطية آدم تورث، بمعنى أن كل البشر ورثوا الخطية دي من آدم، وبيستندوا طبعا لكلامهم ده بعدة نقاط هنتكلم فيها مع بعض. فتشوا الكتب. النقطة الأولى، بيسألون سؤال وهو: لما احنا ملناش دخل بخطية آدم ولا ورثناها من آدم، طيب ليه احنا اتولدنا على الأرض وليه ما اتولدناش في الجنة؟ يعني بكده احنا شلنا ذنب آدم واتولدنا هو في الأرض وما اتولدناش في الجنة، إذن احنا ورثنا الخطية الأصلية من آدم. طبعا الإجابة على السؤال ده بسيطة جدا جدا. أولا من اعتقادنا احنا كمسلمين كما ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة من الآية 30 في قصة خلق آدم، هنجد ان الله سبحانه وتعالى اقتضى خلق آدم للأرض، وده كان قبل ما آدم يتخلق أساسا، يعني آدم مخلوق للأرض مش للجنة. فتشوا الكتب. وبالنسبة لإجابة السؤال ده من وجهة نظر مسيحية، وأفكركم بالسؤال وهو: لما احنا ملناش دخل بخطية آدم، طيب ليه احنا اتولدنا على الأرض وما اتولدناش في الجنة؟ الإجابة من وجهة نظر مسيحية بسيطة جدا جدا، وهي نفس الكلام اللي أنا قلته في اعتقادنا احنا كمسلمين، ولكن المرة دي هنجيب دليل من الكتاب المقدس. فتشوا الكتب. هنشوف مع بعض ان الإله قبل ما يخلق آدم قال انه هيخلق آدم للأرض مش للجنة. وتعالوا نقرأ النصوص في سفر التكوين الإصحاح الأول العدد 26 و27 و28. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. ادي النص اهو. الإله لسه بيقول انه هيخلق آدم، وبيقول هيخلقه وهيتسلط على جميع الدبابات التي تدب على الأرض. معنى كده ان الإله قبل ما يخلق آدم كان قال انه هيخلق آدم للأرض مش للجنة. نكمل باقي النصوص. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. هنا آدم خلاص هو اتخلق. طيب بعد ما آدم اتخلق الإله قال ايه في النص رقم 28؟ وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض، واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. والكلام ده بعد خلق آدم. يبقى الإله قرر أنه يخلق آدم للأرض مش للجنة، والكلام أهو من الكتاب المقدس. يبقى الإجابة على السؤال ليه احنا اتولدنا على الأرض وما اتولدناش في الجنة، الإجابة هي أن الإله في الأساس خلق آدم علشان يعيش في الأرض ويثمر ويكثر في الأرض مش للجنة. فتشوا الكتب. النقطة الثانية، بيقولوا أن الوصية لآدم كانت: إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر فإنك موتا تموت. فما معنى موتا تموت؟ أولا تعالوا نحكي قصة اعتقاد النصارى في الأمر ده.
بيقولوا إن الله خلق آدم وقال له لا تأكل من الشجرة لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، وآدم بالفعل أكل من الشجرة، وبما إن الله عادل يبقى لازم ينفذ العقوبة دي على آدم ويموته، لأن الله مستحيل إن يرجع في كلامه ويقول هيموت آدم إذا أكل من الشجرة ويرجع ما يموتهوش. ولكن في نفس الوقت الله رحيم وعايز يرحم آدم وما ينفذش عليه العقاب. هنا بقى بيتعارض عدل الله مع رحمته، لذلك استوجب إن الله يتجسد ويموت على الصليب بدل من آدم، وانتهت قصتهم. ودي طبعا قصة مليانة غلطات لا تليق في حق الإله. فتشوا الكتب. أولا مفيش حاجة اسمها الله ما بيرجعش في كلامه، ومفيش حاجة اسمها تناقضت صفات الله، فستجد إن الله عادل ورحيم وجبار ومنتقم وحنان وصبور، وده ما يعتبرش تناقض ولكن يعتبر كمال لصفات الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا. الإله بالفعل قال لآدم لو أكلت من الشجرة موتا تموت، والإله رحيم وعايز يرحم آدم. طيب إيه الحل يا ترى؟ تعالوا نقرأ الحل في سفر حزقيال الإصحاح 33 العدد 14 و15. وإذا قلت للشرير موتا تموت فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، وإن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم، فإنه حياة يحيا لا يموت. شفت هنا الإله استخدم نفس الألفاظ وقال للشرير موتا تموت، ولكن الإله لما قال للشرير موتا تموت هل خلاص كده لازم الإله يموته حتى لو تاب؟ أبدا. الإله بيقول فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق فإنه حياة يحيا لا يموت. يبقى مش شرط ومش ضروري إن الإله لما يقول موتا تموت يبقى احنا نقول ده الإله ما بيرجعش في كلامه ولازم يموت آدم، ولكن نقول ونصحح المفاهيم، نقول إن الله ممكن إنه يتوب على آدم، وبكده ما اسمهاش إن الله رجع في كلامه. فتشوا الكتب. وتعالوا نقرأ نصوص أجمل وأروع برضو في سفر حزقيال الإصحاح 18، وأنصحكم بقراءة الإصحاح ده بالكامل. هنقرأ مؤقتا دلوقتي من العدد رقم 19. النفس التي تخطئ هي تموت. النص واضح والتشريع واضح والقانون واضح. النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الآب والآب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يعني محدش هيحمل خطية حد ولا حد هيورث خطية حد، ولكن اللي بيعمل الخير لنفسه واللي بيعمل الشر على نفسه. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت. بعد ما الإله قال أن النفس التي تخطئ هي تموت، رجع قال إذا النفس دي عملت الفرائض وفعلت الحق والعدل فحياة تحيا لا تموت. فتشوا الكتب. وهنا ما نقدرش نقول إن الإله رجع في كلامه، وبعد ما كان بيقول أن النفس التي تخطئ هي تموت رجع بيقول إن الشرير ده لو حفظ الفرائض والحق والعدل هيحيا ولا يموت. ولكن نسميها أو نصحح الاصطلاحات والمفاهيم ونقول إن الله تاب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى تواب. بس كده؟ لا مش بس كده، ده الإله كمان هيكافئه في النص رقم 22 كل معاصيها التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى. يعني أي ذنب وأي معصية وأي خطية هو عملها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى. يبقى ما ينفعش أبدا نقول ما دام الإله قال لآدم موتا تموت إذا لازم الإله ينفذ ويموت آدم، ولو ما موتش آدم يبقى كده الإله رجع في كلامه. ده كلام خاطئ، والنصوص والدليل قدامكم من الكتاب المقدس. فتشوا الكتب. ويا ترى كمان لاحظتم ان النص بيقول الابن لا يحمل من إثم الآب والآب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يعني اللي بيعمل خير لنفسه واللي بيعمل شر على نفسه، ومحدش بيورث خطية حد. فتشوا الكتب. وكمان في نص في سفر التثنية 24:16 بيقول لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيته يقتل. يعني آدم لو أخطأ وآدم مات يبقى احنا ملناش دخل ولا نقتل بسبب آدم ولا نموت بسبب آدم. يعني مفيش حاجة اسمها الخطية الأصلية ولا في حاجة اسمها توارث الخطية الأصلية.
ولكن يا ترى إيه معنى كلمة الموت؟ وما معنى كلمة موتا تموت؟ وهل بالفعل آدم مات؟ هو ده اللي احنا نعرفه الحلقة اللي جاية إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. وداعا 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 وداعا